اهلا وسهلا بيكم في قناتي الطبخ للجميع. النهارده هنعمل احلى كشري. ده سر الصنعه عندنا الحمد لله. اول حاجه عندنا المكونات، احنا حاطين حاجات على النار وهنتعرف برضو الخطوات واحده واحده مع بعض. احنا اكيد معانا المكرونه، بصل متقطع كده جوانح، ومعانا طماطم و... وليمون وقرن فلفل، ومعانا هنا الطماطم مش مضروبه لسه، ورز وتوم وشعريه ودقيق، والعيش طبعا عشان هنحمصه. ومعانا هنا التوابل، معانا ملح، فلفل اسود، كمون، شطة، ومعانا ده كزبرة وبهارات. دي توابل الكشري كلها. هنبتدي بقى نعمل خطوة خطوة مع بعض ونشوف الدنيا ماشية ازاي في الكشري. دلوقتي احنا معانا على النار مية بتغلي، هنحط فيها المكرونة بالمنظر ده كده. ده الحمص سوري. ده احنا حاطينه من بدري، غسلناه الاول ونقعناه ساعتين، وبعد كده حطيناه يغلي. وهنشوف العدس كمان. انا اتلخبطت معلش. ده كده العدس هو خلاص استوى لانه ما بياخدش وقت. هنحط له بس نص معلقه ملح وسن الكمون ونطفي عليه على كده. هنا الزيت كده هنحط فيه العيش ياخد لون، ولما نيجي نشيله برضو هنشوف شكله عامل ازاي كده. ده شفشق الطماطم ماشي. هنحط له فصين توم حبه حلوين كده ماشي، وهنسيب الباقي عشان خاطر ايه، هنقطعه على السلطه. دي التركه بتاعت ام حبيبه دي. وحمرنا العيش اهو. هنحط عليه ايه حبه بهارات كده، وهنرصه بشكل حلو، بس ايه بعد ما نخلص خالص في التقديم. احنا كده ماشيين خطوه خطوه مع بعض. وبعدين دلوقتي برضو معانا البصل هنا، وحبه دقيق بساط قوي، عايزه نشا براحتك، حبه دقيق براحتك. هنقلبهم دلوقتي. هنا دي الطاسه هنفضي فيها البصل اللي متبدر بالدقيق، وسنه ملح بسيطه قوي. دي التركه بتاعتي، وهتشوفوا والله العظيم وهتدعولي على شويه البصل دول. على نار كده نزلنا بالشعريه. احنا قسمنا الزيت اللي كان محمرين فيه البصل، قسمناه على 2، حطينا حبه في الحله هنا، والباقي في الطاسه. هنحمر الشعريه وهنحط الصلصه كمان. هنا كده هنحط الطماطم، هنسيب حبه صغيرين قوي هنحطهم في الحمص وهنتبلها دلوقتي. هنا في الحمص هناخد شويه الطماطم اللي فيهم اللي مضروبين فيهم الثوم دول، هنحطهم على الحمص. والصلصه هنا بتغلي والشعريه بتتحمر. هنتبل بقى ايه كله مره واحده بس بعد ما نحط الرز. اول حاجه كده هنتبل الصلصه، ملح، شويه ملح حلوين، فلفل اسود، كمون برضو شويه كمون حلوين، شطه مش هنزود قوي عشان هناخد الزيت اللي هيطلع على الوش بعد ما تتسبك هنعمل بيه شويه شطه برضو. ونحط برضو حبه كزبره وشويه بهارات. ده اساس البهارات والكزبره عشان يطلع زي الصلصه بتاعت بره بالظبط. وهنحط برضو شويه الحاجات اللي باقيين دول كده، هنحطهم هنا على الحمص. الحمص مش بيحب تتبيله كتير كده. دول فصين توم كده دقيناهم كويس، هرسناهم. ومعانا كمان ليمونه نعصرها، وكمان معانا الخل كده، شويه خل معلقه كبيره. وهنتبلها بقى كده، ملح، وكمان سنه شطه، وحبه كزبره، نفس التتبيله شويه اللي في الصلصه، يعني شبهها شويه كمون، وحبه فلفل اسود بسيط قوي كده. هنقلبهم وهنزودهم ميه. دي شكل الطماطم والفلفل بعد ما تقطعوا، ودي التتبيله كده. دي بقى الدقه، دي الدقه بتاعت الكشري. هنشوف بقى كل حاجه دلوقتي بعد ما خلصنا خالص، وهنقدم طريقه التقديم هتبقى عامله ازاي.
متنسونوش والنبي في اللايك والاشتراك عشان خاطر ايه القناة تكبر كده بيكم ان شاء الله. احنا نسينا اهم حاجة، نسينا نعمل الشطة. ده الزيت اللي هو بيطلع من الصلصة على الوش كده بيبقى بالمنظر ده، بناخده كده بنشيله بمعلقة ونحط عليه شوية شطة على حسب بقى انت بتحبي الحاجة حراقة ولا لأ. ده كده منظرها، حطينا معلقتين شطة زي بتاعة المحلات والله، والمصحف احلى كمان يعني. بسم الله الرحمن الرحيم على الحاجة يعني ما شاء الله، يعني الواحد الحمد لله مشهور بالكشري الحمد لله. ده كده اول طبقة في الكشري، حطينا فردنا الرز بعد ما استوى مفلفل اهو ما شاء الله. هنحط بقى المكرونة، يبقى حطينا رز وحطينا المكرونة، هنحط كمان العدس. ده كده شكل الكشري بتاعنا، يا رب يعجبكم والطريقه يا رب تكون سهله. انا بحبش اعمل الكشري اللي هو بتاع الحله الواحده، ليه؟ بحب كل حاجه منفصله كده لوحدها. ده الشكل حلو قوي. وده العيش المحمص، ودي الطماطم اللي هي السلطه بتاعت الكشري، وحمص الشام طبعا لازم جنبه. يا رب الاكل النهارده يعجبكم، متنسونيش بقى في اللايك. شكرا ليكوا قوي. نشوف معلقه كده بنجربه من تحت برضه نشوف شكله عامل ازاي اهو. انا بحب احط فيه يعني كشكل كده ما شاء الله. شكرا ليكم.